الهواء مباشرة المهندس عصام هيكل رئيس مجلس إدارة نادي شباب مصر بالسويس. أهلا بحضرتك معنا يا اهلا باشمهندس. بيك يا فندم. الحمد لله على السلامة يا الله باشمهندس. يسلمك. وأن يكون معنا أيضا مشاهدينا الكرام كابتن أيمن المحمدي عضو مجلس الإدارة ورئيس قطاع الكرة الطائرة بالنادي. أهلا بيك معنا يا كابتن. الحمد لله على السلامة. باشمهندس عصام، في البداية قلنا بعض الضوء كده على نادي شباب مصر في محافظة السويس كده وبعض المعلومات عنه، عرفنا بيه. نادي شباب مصر مشهر من سنة 83، من بعدها بسنة أو بسنتين موجود على أرض الواقع في موقعه الحالي. طبعا في عبر سنوات طويلة مضت، احنا في السنوات الأخيرة حاولنا نبقى فاعلين أكتر فيما يخص الرياضة. تمام. فكان عندنا في لعبتين في السويس تقريبا ما كانوش موجودين خالص لأسباب يعني مختلفة يعني، فتبنيناهم احنا في النادي. بقالنا مثلا في اليد متبنيين اليد بقالنا حوالي أكتر من 7 سنين. لينا هدف استراتيجي خلق أجيال جديدة من اللاعبين ومن المدربين. الاتحاد ساعدنا في انه خد بعض كان عندنا فريق بيلعب في دوري الدرجة الأولى، خدنا جزء من اللعيبة دي وطلعوا خدوا دورات عملها اتحاد اليد، بقوا مدربين. النهارده بقى في مساحة مدربين كويسة في السويس، الاتحاد ساعدنا فيها، بيشتغلوا في كذا نادي. احنا عايزين نخلق قاعدة مش عندنا بس. حاليا النادي عنده 8 فرق في قطاع اليد، 8 فرق بتشارك في دوريات رسمية. طبعا الدوريات دي بينظمها الاتحاد المصري لكرة اليد. منهم فرق كملت في مستوى الجمهورية، 3 فرق، والباقي يعني موجود وشارك في دورياته بس ما عداش لمراحل اكثر تقدما يعني. عندنا فرق مثلا عدت بمرحلتين 3 زي 2008 كان اخر حاجه بطوله الجمهوريه بتاعت 2008. الاتحاد اداها لنا ننظمها في السويس، نظمناها في نادي النصر البترول عشان كان لازم تتنظم في صالات، واحنا طبعا نادي ما فيهوش صاله. و 2010 دي كانت لسه اول امبارح، كنا منظمينها في نادي سوسة صناعة البترول. كان المفروض يبقى بالمناسبة الكلام عن كرة اليد كان المفروض يبقى معانا الكابتن احمد عبد الماجد رئيس قطاع كرة اليد، بس هو للاسف ابنه كان بيلعب في الفريق وحصل له اصابة جامدة جدا، كسر في الساعد الايمن، مما استدعى نقله المستشفى في القاهرة وتركيب شرايح ومسامير. فانشغل مع ابنه بقاله 3 ايام ويا دوب لسه جايبه البيت النهارده، ما قدرش يجي معانا يعني. فانا بعتذر بالنيابه عنه يعني. تمام، ربنا يشفي ابنه طبعا ويطمنه على 7 فرق يد مقيدين في الاتحاد وبيلعبوا في دوريات وحققوا مراكز على مستوى الجمهوريه معظمهم، مش في مجموعتهم بس، لا ده تقدموا المراحل. وفرقه لاول مره احنا بنشكلها 2016 دي الاتحاد لسه عاملها جديد برضو، شكلناها. ماشيين بخطى ثابته، قطاع مليان 7 فرق دول. طبعا في ناس مستويين من اللعيبه في كل فريق، ناس بتتجهز وناس جاهزه، دول يطلعوا لشرائح سنيه اعلى، دول مكملين. الهدف خلق منظومه وقاعده من اللاعبين كبيره تبقى نواه لان السويس يرجع تاني فيها نشاط كرة اليد بشكل اوسع، وتتبناه معظم الانديه. تقريبا المتبني اليد في السويس بشكل يعني مسمع واللي ليه صوت في اتحاد اليد هو نادي شباب مصر بس. انما في ممكن حاجات ابسط من كده يعني في انديه اخرى. احنا عندنا 5 فرق اولاد و3 فرق بنات ما شاء الله، وكلهم بيشاركوا في دوريات رسميه. 7 منهم بيشاركوا والثامنه تم اعدادها وهتبقى جاهزه للموسم القادم ان شاء الله. تمام. ده بالنسبه لكره اليد.
كرة الطايرة كابتن ايمن كابتن ايمن بقى المحمدي. يقول لنا بقى الكابتن ايمن المحمدي، الكرة الطايرة بقى اخبارها ايه والدنيا اخبارها ايه؟ الكرة الطايرة كانت وصلت لمستوى كبير جدا في السويس. هي بدأت امتى الاول؟ يعني انت اول ما بدأت مع النادي امتى؟ احنا بادئين بقالنا بالظبط 4 سنين. مم. بدأنا فرق ناشئين، اعداد فريق 13 سنة و11 سنة، وبدأنا نطلع بيهم درجة درجة. دخلنا في 15 سنة عندنا فرقة محترمة، عندنا 17 سنة لسه مفنش اللي قبل النهائي الدوري 17 سنة. مستوى الفريق وصل لمرحلة احنا في السويس بنقول ان دي مرحلة خلاص، ده فريق بقى النواة الأولى الفريق الأول للسويس. مم. فريق 17 سنة ده. عندنا فريق بنات ممتاز بيه بنات، ممتاز بيه بنات دوت الفرقة الوحيدة اللي على مستوى خط القناة بالكامل اللي بتلعب ممتاز بيه بنات. مم. بالمناسبة بس عشان ارجع الفضل لنادي شباب مصر، احنا كنا فريق الطايرة في السويس، احنا كنا بقالنا 12 سنة دوري ممتاز نادي النصر البترول. مم. حصل إعادة هيكلة للفريق وبتاع، فالفريق بدأ ينهار، بدأ لازم في نواة للناشئين تتم. خطيبنا جميع الأندية في السويس إن احنا نعمل عندهم فرق ناشئين ونجهز فريق تاني للسويس، إن عشان الكرة الطايرة ما تنتهيش في عندنا إيه. النادي الوحيد اللي احتوى المجموعة واحتوى المدربين واحتوى اللعيبة هو نادي شباب مصر. احتوى مدربين الأول بدوراتهم وثقلهم، احتوى مدربين لعيبه منتخبات كلهم، كل اللعيبه كل المدربين اللي عندنا في نادي شباب مصر ليهم بصمه وعلامه في كره الطايره في مصر، مش في السويس بس. اللعيبه عندنا دلوقتي عندنا مش اقل من 4 لعيبه ركيزه اوليه للمنتخب، مش للسويس بس، مش منتخب السويس لا منتخب مصر كمان. مم. في 4 لعيبه في الناشئين اطوالهم تعدي، فيهم 2 متر وفيهم ما شاء الله. 195. مم. فالنادي وفر لنا كل السبل ان احنا نبقى موجودين وبننافس ولينا صوت في اتحاد الطايره، وبنتمنى ان احنا نمشي في نفس المسيره، نفسي يعني نكمل مسيره الطايره في السويس بنفس المجموعه بنفس الهيكله اللي ماشيين بيها، وباذن الله نوعد كل السويس ان يبقى في فريق اقوى واقوى واقوى باذن الله في المرحله الجايه. يعني احنا عندنا 3 فرق 15 سنه اولاد، 17 سنه اولاد، وفريق ممتاز بيه بنات. وباذن الله السنه الجايه هنحاول نزود فرقتين كمان، يبقى في فرقه بنات ناشئين وفرقه ميني فولي ولاد صغيرين بقى. فباذن الله يعني المرحله يعني بنقول خطوه خطوه كده، وباذن الله على طريقنا في كره الطايره في السويس باذن الله. ان شاء الله. باشمهندس عصام، الانشطه الاخرى اللي موجوده داخل مركز الشباب ايه بقى؟ أو هقول نادي شباب لحضرتك مصر؟ احنا عندنا فريق دراجات بيحقق مراكز كويسه على مستوى الجمهوريه، وجزء كبير منه في منتخب مصر الدراجات. جميل. ارجع بس للطايره واستكمالا لكلام كابتن ايمن. فريق الدوري الممتاز بنات زي ما هو تفضل وقال، ده الوحيد اللي موجود في خط القناه كله. مم. بنلعب بيه في الدوري بقاله سنين، والسنه دي لعب كاس مصر ووصل دور ال 16، ما شاء الله. وطلعنا على قد سموحه. فريق 17 الولاد ده بقى ده ان شاء الله يعني متنبئ لهم بمستقبل يعني كبير. منهم ناس راحة منتخب مصر، ومنهم ناس أندية كلها بتخطب ودها، مم. محققين على مستوى الجمهورية كلام كويس في بطولة الجمهورية. يعني بطولة الجمهورية تخطوا مستويين وطلعوا من قبل النهائي. ده لاول مره في تاريخ السويس يبقى في معظم اللي انا بقول لسيادتك عليه ده لاول مره في تاريخ السويس. يعني ما فيش فريق طايره، احنا بنقول البنات مش موجوده في لا السويس ولا بورسعيد ولا اسماعيليه. الولاد لاول مره على الاقل في السويس 17 سنه. اليد كذلك، الانجازات اللي عاملينهم الثلاث اربع فرق دول اللي صعدوا جمهوريه وكملوا برضو ده لاول مره في تاريخ السويس. ليه؟ المنظومه انا من وجهه نظري اهم ما فيها، يعني احنا الحظ ساعدنا ان ولاد السويس اللي كانوا بيلعبوا في انديه كبيره ومحققين فيها سمعه طيبه زي الكابتن ايمن مثلا كان بيلعب في نادي الزمالك. فلما نيجي نقول الكابتن ايمن مسؤول عن فريق او قطاع وهو عضو مجلس اداره في النادي حاليا، هو والمدربين اللي بتشتغل معاه ناس على اعلى مستوى من الكفاءه. لما نيجي في اليد كذلك، اليد كابتن احمد عبد الماجد هو رئيس قطاع ناشئين اليد في النادي، وهو كابتن النادي الاسماعيلي حتى الان بقى له 5 سنين. ما شاء الله. معاه نخبه ممتازه من المدربين حققوا في انديتهم وهم لاعبين وهم مدربين
مراكز تشرف يعني. معظمهم لعيبه في دوري ممتاز. يعني لعبوا دوري ممتاز، وفيهم ناس حققت مراكز، وفيهم ناس صعدت بفرق قبل كده، قبل ما زي كابتن ممدوح سعيد. فانت اي منظومه طالما الناس اللي بتشتغلها كلها متفاهمه وعندها من الخبره والعلم، بتقدر تفيد لو اعتبرنا اللي في الملعب دول تلامذه ووفرت لهم افضل مدرسين، فاكيد هتاخد منهم افضل نتائج طبعا. وده باين بقى في اللي بيحققه النادي حاليا يعني. عندنا بقى في الانشطه الفرديه في كاراتيه، وفي كره سرعه، وفي وشو كونغ فو. كاراتيه وكره سرعه وكونغ فو. الالعاب الجماعيه احنا يعني الحاجه اللي بنحقق فيها وبنعرف ان احنا قادرين عليها بنتمسك بيها وبنطورها. فده نجح معانا في 3 العاب: يد، طايره، دراجات. والثلاث العاب احنا اعضاء في الاتحاد عاملين ولينا صوت انتخابي. ودي قليله يعني في الطايره ما فيش الا احنا مثلا. لا والدراجات كمان مش منتشره في اي حته. لعيبه منتخبات مصر كلها، جزء كبير من لعيبه منتخب مصر من نادي شباب مصر. لكن ما فيش قدم موجوده عندكم. منظومه القدم دي بتحتاج مبالغ ضخمه من الفلوس جدا، وبتحتاج دعم كبير جدا. احنا خد بالك نادي قائم على في الاساس على الموارد الذاتيه بالمناسبه يعني. حجم الدعم. كنت عايز اسال حضرتك، اقول لك بتصرفوا ازاي؟ انا اقول لحضرتك دعم منين والفلوس ازاي؟ هو القدره على ابتكار موارد، ده وجهه نظري انا، عشان ما نحملش الدوله فلوس وبقالنا كده بنشتغل من سنين. ازاي تبتكر موارد تحقق من خلالها فن الممكن. تقدر تحقق ايه من غير ما تضغط. احنا ما عندناش كوره، اللي يصرفوا فريق كوره في شهر احنا نصرفه في سنه على الفرقه دي كلها. خد بال حضرتك؟ دي حقيقه. ف ما كانش اصلا عندنا ملعب كوره كمان. النهارده عندنا ملعب خماسي. حديثا عاملين اكاديميه لكره القدم، جايبين لها برضو مدربين محترمين متعلمين كويس، فاهمين يعني ايه كوره، نشء، متخصصين في الحكايه دي. اديناهم فرصتهم عندنا، وبس دي اول سنه بقى لسه ايه كنواه بنبدا. بنحاول نجمع لعيبه بجد، مش ناس جايه يعني وخلاص. بينتقي عناصر يقدر بعد سنه ولا حاجه نقدر نبقى على الخريطه في الحكايه دي برضه بهدوء، لان الكوره مصاريفها احنا ما نتحملهاش، ما نقدرش. بالنسبه لمواردنا زي ما كنت حضرتك بتتكلم، بنصرف منين؟ بنصرف من مواردنا الذاتيه. عندنا مثلا نخله بتاعت فودافون بناخد منها ايجار سنوي. عندنا اشتراكات الاعضاء، ولو ان ده مش مبلغ يعني، انما بقى طبعا النادي لاعبته ومدربينه كلهم سويسه. اللي عمل وسيله جذب عندنا، وده فضل طبعا للمدربين بتوع اليد والطايره بالذات. الناس حاسه ان انت بتلعب رياضه تنافسيه، انا عايز اشوف ابني بيلعب مش بيتمرن بس وخلاص زي اكاديميات الكوره. لا، ده بيبقى في احتكاك رسمي. احنا يا فندم بيجي لنا الاهلي والزمالك وسموحه والشمس وفرق مصر والجيش والطيران، كل فرق مصر الكبيره بتيجي بتلعب عندنا، واحنا بنروح نلعبها من الماتشات رايح جاي. ده كله بالنسبه للسويس. قد يكون فرقه منهم او 2 تيجي السويس في بطولات وديه ينظمها اي حد، لكن بطولات رسميه ما فيش غير عندنا. تمام. وبنحقق منافسات يعني. احنا في بعض الفرق اوري لك كاسبين مثلا الزمالك في ماتشين، كاسبين المقاولين. مش احنا مش فرق يعني بتروح عشان تتغلب. أيوة. لا، دي محققه حاجات مش ماشيين بمنهج علمي. لا يعني عشان نتميز في رياضه معينه لازم احنا اخترنا الطايره واليد والدرجات عشان احنا قادرين نكمل في المجال ده. لكن احنا مجال كره القدم ده مجال كبير، فاحنا كنادي شباب مصر اخترنا ال3 مجالات دول عشان نقدر نكمل فيهم ونعمل اسم فيهم ونعمل تارجت كويس اخر الموسم، نقول احنا حققنا ايه ما حققناش ايه، عندنا اللعيبه دي وصلت لمرحله ايه. فكل ده تخطيط مسبق قبل كده نشتغل عليه طول فتره الموسم السابقه. يعني احنا وصلنا له السنه دي في نادي شباب مصر ده شيء مخطط له من 3-4 سنين. احنا قعدنا وقلنا من 4 سنين الناشئ اللي عنده 13 سنه ده هيبقى بعد 4 سنين 17 سنه هو فين ووصل لمستوى ايه وبينافس فين ومكاننا فين في الانديه الدوري. يعني لما يكون نادي شباب مصر النادي الوحيد اللي ما بين 16 فرقه في نهائيات بطوله الجمهوريه، النادي الوحيد اللي من بره القاهره والجيزه واسكندريه، لا ده بالنسبه لي انا انجاز طبعا.
لان انا بروح بلاعب نادي مثلا زي الانديه القاهره والجيزه واسكندريه، قبل ما انا العبه هو لاعب على الاقل مش اقل من 60 50 ماتش. لان انت عارف حضرتك تصفيات القاهره والجيزه كلها تصفيات ضخمه جدا بانديه ضخمه جدا، وامكانيات طبعا ولاعيبه على موهبه عاليه يعني اللعيبه عشان يجي في 17 سنه يكون لعب له 50 ماتش قبلي، انا اكون بلاعب كام ماتش؟ بكون لاعب بتصفيات القناه مثلا، القناه او الاسماعيلي او الفرق الباقيه، هتلاقي نفسك لعبت 4 5 ماتشات. فاحنا بالنسبه لنا عشان نخش زحمه الكبار وننافس ونناطح، لا ده احنا المجهود ده يرجع للاداره اللي قدرت توصلنا للمستوى دوت. وزي ما حضرتك قلت ان احنا الامكانيات في النادي ضعيفه جدا جدا، فاحنا بالمجهود الذاتي بنقدر ومجهودات بعض الاشخاص في مجلس الاداره على راسهم طبعا الباشمهندس عصام، الموضوع بيبقى مكلف جدا. يعني احنا يعني بنوصل للمستوى اللي احنا فيه ده لله الحمد. احنا لو لينا امكانيات اكبر من كده شويه كنا هنعدي اكتر من كده تاني. بس برضو الصوره مشرفه والشكل مشرف، احنا شايفينه قدامنا طبعا حاجه حلوه يعني. ازيدك من الشعر بيت بقى واقول لك معلومه المفروض ما كنتش اقولها، بس انا الحقيقه اتفضل. يعني لازم الفضل يذكر لاهله. يعني احنا عندنا في اليد مثلا حوالي 10 12 مدرب، كلهم سواسة، وكلهم كانوا لعيبه ولعبوا دوري ممتاز ولعبوا في انديه كبيره، وفي الطايره كذلك. عندنا مثلا 6 7 8 مدربين طايره. هو المدربين دول كلهم مدربين لعبوا دوريات ممتازه، دوري ممتاز، وكلهم على اعلى فئه من المدربين موجودين مش في السويس بس. نتكلم بقى في الجزء المادي اللي بياخدوه بيتقاضى ايه؟ ولا حاجه. ما ده اللي انا بعزمه. لما يكون مدرب عندنا مدرب في الفولي مثلا، لعيب منتخب مصر واجي اقول له مثلا هديك 300 جنيه، ده كلام ولا حتى. ده 300 جنيه ايه في الربع ساعه ولا لا في الشهر؟ والله في الشهر. خد بالك بقى اللي بيكلمك عليه ده تاني افريقيا، يعني مصنف كلاعب رقم 2 في افريقيا، يعني هو من السويس، الكابتن احمد متولي. ويجي مثلا يعني هو عشان يجي بعربيته النادي ما يجي عايز له قد دول 3 4 مرات بنزين، لا غير هيشرب قهوه هيشرب شاي. بيت المدربين برضه كلهم اسامي عندنا، يعني كابتن علي جاد، كابتن رياض مختار ده مدرب فرق كتير في السويس، مدرب نادي منتخب السويس، ومدرب نصر الطفل الممتاز برضه كام 400 جنيه. فتلاحظ ان احنا لا الناس كلها اتجمعت على حاجه واحده، احنا متجمعين في المكان ده عشان نقول لا احنا هنعيش مش هنموت، احنا هنكمل، احنا عندنا فرقه وعندنا اولاد وعندنا مستقبل، الاولاد لازم يكبر، وعندنا حلم، رسمنا الحلم. يعني عاوز اقول لحضرتك احنا خلصنا امبارح دوري 17 سنه، اول امبارح، النهارده بنبتدي موسم جديد. يعني 17 سنه انهى ماتشاته النهائيه امبارح، النهارده التجميعه الاولى للموسم الجديد عشان نقول هنبتدي تاني، عشان احنا عندنا هدف لازم نوصل له. والحمد لله ربنا كرمنا زي ما حضرتك شايف ان دي فرقه 17 سنه، جزء منها وجزء من تدريبهم وجزء ده الماتشات اللي بيفازوا فيها، فيعني خير. لا ما شاء الله الشكل احنا جميل. يعني دخلنا مكفينا. ما انكرش مثلا ممكن مجلس اداره يدفع من جيبه جزء، اولياء الامور، ما انت كلنا سويسه، وعندنا هدف اسمى ان احنا نخلق اجيال جديده للبلد دي، ما حدش بيدور على فلوس، واللي بيقدر يساهم. يعني المدرب اللي بيقول لك مثلا بياخد 400 جنيه ده ممكن يدفع من جيبه مثلا 500 جنيه مكافاه، يجيب للعيبه تورته مثلا عشان كسبوا ماتش مثلا كان هو من وجهه نظره مهم. يعني مساله 300 400 جنيه دي ما بياخدهاش عامل ملاعب يعني المفروض بس ده الواقع بتاع البوفيه في ساعتين. والله بس الناس عشان عندهم هدف بره منه الفلوس خالص، هم ومجلس الاداره والجمعيه العموميه واولياء الامور واللعيبه، كل واحد. احنا يعني يمكن اللي دايما نقوله للعيبه في المحاضرات، اصنع اسمك، انت بتخطط جيل جديد، احنا بنساعدك، احلم وبس اسعى ورا حلمك، احنا نساعدك. التجربه دي مع الولاد اللي في سن صغير مع حماس اللي بيبثوا فيهم المدربين بتجيب نتيجه. انا مش مهندس، اللي عندنا السويس دي حاجه ثانيه، السويس دي حاجه ثانيه. يعني عندنا زي ما بيقولوا كده السويس دي خط احمر، احنا عندنا نلعب يعني الاخر نفس دين. اسم السويس وتمثيلها في اي محافل في الرياضه، احنا لازم نكون رجاله على قد اسم السويس اللي هتشد. مقر النادي فين يا كابتن ايمن في السويس؟ مقر النادي احنا شايفينه ده اللي بتلعبوا فيه. مساكن المميز 24 اكتوبر، هو على الناصيه بره على الشارع بتاع الطريق جنب شركه بتروجيت، المقر شركه بتروجيت. زي ما حضرتك شايف ان الملاعب اللي عندنا برضو فيها اضاءه ليليه كمان اهي، يعني على
على قد المحدود. يعني الملعب ده بيتمرن عليه كل الفرق الجماعيه، كل الفرق الطايره واليد وكل الفرق الجماعيه الموجوده في النادي بيتمرن عليه. الملعب ده اصلا الملعب ده انا بالليل. مضطرين كمجلس اداره بالمناسبه هنوقف اللعب عليه من مثلا من بعد اسبوعين، مجرد ما الفرقه تبتدي تتدرب. الارضيه بقى لها كتير، ما من يوم ما اتعمل عن طريق الوزاره من اكتر من 10 سنين ما نجحناش ان احنا نجيب له فلوس تاني نغير الارضيه. الهارد اكريليك ده زي الاسفلت كده، فابتدى يحصل لك اصابات. يعني بقول لك الولد يتعور، دراعه اتقطم. نقلناه المستشفى في القاهره، شرايح ومسامير. عندي في الطايره وعندي في اليد ناس بقت عندها مشاكل غضاريف في الركبه. اصابات الملعب اصابات الملعب ناشف، كف من الارض. بيحصل لك ان جزء كبير من الملعب لما يكون مش مستوي الجزم الكوتش بيقف اللحظه دي بيحصل فيها اصابات عاليه جدا طبعا. فاحنا جسمه كله بيتحرك يعني وفجاه حته وقفت مشكله بقى، جت في لفه ركبه في انكل ده بتبقى مشكله كبيره معانا. فالامكانيات دي على قد يعني احنا على قد يعني ما احنا يعني دوبك شغالين. لو حضرتك قمت بزياره للنادي الامكانيات عندنا ضعيفه جدا، بس احنا بنحاول. بس الحقيقه الملعب وصل لحاله فعلا حفاظا على الولاد. ما خطبنا كل الجهات، خطبنا شغل خطبنا الوزاره، وخطبنا ان شاء الله. عندنا امل يعني الوزاره، لان انا ما اقدرش، ما عنديش امكانيات ان انا عشان اغير ارضيه الملعب ده، لان الملعب ده ارضيته محرمه دوليا دلوقتي مش موجوده. الارض اكريليك ده اعتبره اسفلت. خد بالك ان احنا بنتكلم في اليد والطايره ان فيها بعض الحركات اللعيب بيضطر يرمي نفسه. لا هو بيجري، ما انت هيقف لا ازاي؟ وبيضطر في الطايره يرمي نفسه او في اليد عشان يجيب جول. يصد كوره، ده لو وصل على الارض هيتسحب. عندنا اللعيب يعمل دايف، ففي حركات ما بيقدرش يعملها، لازم نأجر لهم صالات بره. كل ده برضه بفضل الله بنعمله. بس الملعب هنا ده فين؟ ده الملعب النجيله ده لسه عامله لنا الوزاره السنه اللي فاتت، بنستخدمه لتدريبات الفرق زي ما انت شايف. لما تكون الطايره بتتمرن في الملعب بيضطر اليد يتمرن في الملعب. وفي 3 فرق من فرق اليد بيلعبوا في ملاعب اصغر من الملعب الكبير ده اللي هو بتاع اليد، فمخططت لهم جوه الملعب ده ملعب. لان اما اكتشفنا ان اتحاد اليد عنده، ورحنا لعبنا انديه تانية لانهم بيلعبونا على نجيله. طب ما احنا عندنا نجيله والاطفال دي الميني، ماتشات الميني، فخططناه من جوه يبقى في ملعب ميني صغير وبنلعب عليه الماتشات الرسميه. الزمالك لعب على الملعب ده، والمقاولين لعب على الملعب ده، والاهلي لعب على الملعب ده، مصر كلها لعبت على الملعب ده. طبعا يعني من خلال الصور اللي احنا شايفينها طبعا بنناشد السيد الوزير عبد المجيد صقر محافظ السويس والاستاذ الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه ان احنا نعمل الملعب لمركز شباب مصر في محافظه السويس. نادي يا فندم، نادي ما هو كانه مركز شباب بالظبط. بالجهد اللي هو بيعمله ده والشغل اللي هو عامله ده، ما اعتقدش ان في مركز شباب بيعمل الكلام ده او وصل للنتائج دي اساسا. لكن محتاجين نادي مركز شباب مصر، هو حتى باسم مصر كمان، يعني محتاجين ان احنا نديله دعم. بنناشد طبعا السيد الوزير الاستاذ الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه والسيد الوزير عبد المجيد صقر محافظ السويس بدعم نادي شباب مصر. والملعب اللي احنا شايفينه قدامنا بالصوره السيئه طبعا اللي احنا شايفينها دي، واللي هيضطروا ان هم يوقفوا التعامل على هذا الملعب طبعا لخطورته على ولادنا وبناتنا اللي بيتدربوا بالعدد الكبير اللي احنا شايفينه ده، ولعدم وجود مكان اخر. طبعا نتمنى دعم وزاره الشباب والرياضه لنادي مركز شباب مصر والقامه بتكلفه هذا الملعب وتحويله الى ملعب ترتان ولا نجيله ولا عايزينه ايه؟ هو سوفت اكريليك المعترف بيه دوليا دلوقتي وبيتعمل عليه الماتشات، اللي هو السوفت اكريليك مش الهارد اكريليك. الهارد اكريليك يعني زي الاسفلت. السوفت لما تقف عليه يبقى بحيث حتى لو حد وقع ولا بتاع يعني الارض بتبقى مطاطيه شويه. بس ده بيكلف، يعني اعتقد ان عشان اعدل الملعب ده بس ما كفوش بالاسعار الجديده دي 600 700 الف جنيه. طبعا اجيبهم منين؟ فخطبنا الوزاره عده مرات. الشيء بالشيء يذكر، سيادتك ذكرت السيد وزير المحافظ عبد المجيد صقر. هو ما بيتاخرش طبعا، احنا عارفين ان هو ما بيتاخرش عن اي حد من ولاد السويس في اي حاجه. هو الحقيقه هو عنده يعني مهمه
كبيره جدا، بيعمل تحديث وتطوير للسويس بشكل ما حصلش قبل كده حقيقه. طور فيها حاجات كتير جدا. بس احنا يعني طمعانين في الذات شويه. يعني طمعانين. نطمع في نظره، حتى لو هيقدر يساعدنا ان يخلي الوزاره بس تعمل لنا الملعب ده، مش عايزين اكتر من كده. ده في ظل ان الانديه كبيره جدا في السويس تخلت عن دورها في اللعبتين دول، الطايره واليد. انديه كبيره جدا ليها شعبيه كبيره جدا في السويس، لما جت الفرقه دي عشان تبقى موجوده عندهم تخلوا قال لك احنا ما نقدرش نصرف. استاذ عصام، عند حضرتك كام لاعب ولاعيبه بيلعبوا على الملاعب دي؟ يعني حضرتك 8 و3 11 11 في متوسط 30 35. الفريق بالاحتياطي بتاعه بالناس اللي ورا الفريق بتتجهز، عشان بالذات فرق البنات انت لازم توسع القاعده تحت، لان البنات احنا شرقيين مجتمعنا عند سن معين البنت يا بتتجوز يا بتتخطب اه. فلازم بتفكر يبقى في جيل تحتها مم. يكمل عشان المسيره تستمر. فلا يعني كتير، اكتر من 300 400 لاعب من ابناء السويس. كل طبعا مدربين ولاعيبه مم. واولياء امور واسر، تحس فيه انتماء. ما هو بص انا لما لا، هو انا برصد حاجه تانية، انا برصد طبعا العدد عشان لما سياده الوزير اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، يبقى احنا بنتكلم على 300 400 شاب وفتاه من ابناء السويس بيلعبوا أيوة. على هذه الملاعب ومعرضين للاصابه في هذه الملاعب. وزي ما حصل كده، ابن الكابتن احمد عبد الماجد رئيس قطاع كره اليد في النادي اتصاب لما وقع إصابة على جسيمة والله. الارض الصلبه دي طبعا، ومركب شرايح ومسامير، وكان في المستشفى ولسه طالع النهارده طبعا. بنناشد سياده الوزير طبعا، واحنا عارفين ان سياده الوزير ما بيتاخرش عن اي حد، وهو راجل رياضي ووزير للشباب والرياضه في مصر طبعا، وعمره ما اتاخر عن اي نادي في مصر. بنتمنى طبعا ان احنا نلاقي حل لهذه المشكله، سواء من خلال محافظه السويس والسيد الوزير عبد المجيد صقر، او من خلال السيد الوزير الاستاذ الدكتور اشرف صبحي، اللي احنا عارفين ان هو مش هيتاخر عن ولاده وبناته في محافظه السويس، اللي احنا شايفينهم بالصوره المشرفه الجميله اللي قدامنا دي، واللي بيلعبوا في الدوري الممتاز كمان، الدوري الممتاز به كمان. انا عاوز الفت نظر حضرتك لنقطه، احنا مش بنخدم نادي شباب مصر بس. يعني انا دلوقتي لما اكون بنكاتشن على فريق كليه جامعه السويس، جامعه قناه السويس، وجميع افراد جامعه السويس. جامعه السويس، كليه التربيه الرياضيه. جميع افراد الفريق من نادي شباب مصر، بنات وولاد، الاثنين من الفرقتين من نادي شباب مصر. يعني احنا مش بنخدم حتى دوري المدارس معظمه جوه محافظه السويس، كان مراحل الاعدادي والثانوي كله من نادي شباب مصر، لان احنا اللعبه عندنا بالكامل. يعني احنا ما نقولش مثلا نادي شباب مصر لا ده احنا هنلاعب نادي تاني في السويس، مفيش. اللعبه مش موجوده في اي نادي تاني، هو نادي شباب مصر الوحيد المتبني. فاحنا بنخدم حتى الجامعات، احنا شغالين عليهم على فرقهم، الجامعه، المدارس، الانشطه الرياضيه داخل المدارس كلها. احنا بنخدم كل القطاع اللي مسؤول مننا، طايره ويد، احنا موجودين معاه في كل مكان، مش نادي شباب مصر بس. بالاضافه يعني زي ما بيقول الكابتن ايمن، احنا في تعاون بيننا وبين كليه التربيه الرياضيه في السويس، لان السيد الدكتور عميد كليه التربيه الرياضيه هو بالصدفه عضو في اتحاد، عضو مجزره في اتحاد الطايره. فانا عشان بروح الاتحاد ولينا صوت انتخابي هناك، ناس محترمه جدا ولينا بيهم علاقات، فطلب ان هو احنا نساعده في العملي بتاع الولاد، يتولوا المدربين عندنا ويجوا يتمرنوا عندنا في النادي تحت اشراف مدربينا. تمام. العملي بتاع الطلبه، وده بيحصل حاليا بجوابات رسميه. العملي بتاع الطلبه بتوع كليه التربيه الرياضيه في السويس فيما يخص الطايره كلعبه بقى وكل ما يخصها بياخدوه عندنا تحت اشراف مدربينا. يعني بنتعاون مع المجتمع وبنتعاون مع زي يعني طبعا احنا نفسنا نبقى اكتر من كده، تخيل ان بس امكانياتنا ما تسمحش باكتر من كده. كل ده في ظل الامكانيات الضعيفه دي. انا مش عاوز، انا عاوز اتنفس بس. عاوز اقول ان انا موجود يا جماعه. احنا زي ما بكلم حضرتك كده، مرتبات المدربين دي مرتبات هزيله جدا. اللعيب احنا ملاليم، احنا اقل سفريه بنسافرها في مثلا فرقه الطايره، احنا عندنا سفريه اسكندريه صارفين مثلا 13000 جنيه. 13000 جنيه دول احنا مش عاوز اقول لحضرتك احنا كمجلس اداره او كمسؤولين طايره في النادي قعدنا ندبقهم ازاي ونكلم ازاي ونوفر منين ونكلم هنبات فين هنعمل ايه. كل اللي احنا محتاجينه بس ان احنا نعيش.
بص طب فين العبء مديريه الشباب المادي والرياضه في كامل حضرتك، السويس؟ بس في فين جزئيه. الدعم بتاعها وفين الشغل بتاعها في ما هقول هذا لحضرتك، الاطار؟ هقول هرد على حضرتك. كونك بتلعب لعبه ما فيش غيرك بيلعبها في السويس، دي معناها ان انت لما يجي يحطوك في جداول كاتحاد كل ماتشاتك هتبقى مع فرق بره السويس. فانت عندك مصاريف للسفر لان ده الماتشات أساسي. رايح جاي. كله بره. تخيل مثلا فريق الطايره بتاع الولاد او البنات يبقى عنده ماتشات في اسكندريه مع سموحه وماتشات في الصعيد. المنيا مثلا المنيا. ماتش مع سموحه، ماتش مع المنيا، البنات مع سموحه والولاد مع المنيا. طب هنسافر ازاي؟ هنطلع ده ازاي؟ صفر العدد ده كله ازاي؟ احنا والله بنصفر احنا بس. سافرنا فريق الولاد اخر ماتش المنيا من السويس، سافروا في نفس اليوم رايح جاي عشان ما ينفعش مبيت، عشان ما نقدرش ندفع مبيت. يعني عربيه خدت الفريق تطلع الساعه 6 الصبح من عند النادي، لعبوا الماتش الساعه 3، يلعبوا الماتش خلصوا الساعه 5 مثلا او الساعه 4، رجعوا تاني السويس في نفس اليوم. لان ما اقدرش بقيتهم لا قبل الماتش ولا بعده عشان الفلوس. فاللعيبه متفهمه ده، المدربين متفاهمين ده، كلنا بنتحمل ده. بس عبء جامد طبعا، جداً، مشقة جداً، رهيبة في جداً. ظل ايه بقى؟ في ظل ان في انديه تانيه خالص بتعمل اكاديميات لنفس اللعبه بارقام خرافيه. احنا في النادي احنا ما فيش ملاليم، ما بنتكلمش في فلوس خالص في النادي مع اي لعيب، جزء بسيط جدا جدا اللي بيتكلم فيه اللعيب، ما حتى ما بيغطيش جزء بسيط حتى من اي سفريات. يعني احنا عاوزين نقول بدلات، حتى الولد لما يسافر معانا سفريه بيكلفني انا كشخص مسافر معايا في نفس اليوم مش اقل من 4000 جنيه. طبعا ما انت عايز على الاقل ده غير وجبة باص، غدا، ده غير على الاقل ماتشات، دي ده غير- اقل حاجة. وجبة غدا، يعني احنا حاجة هيشربها، تمام، هتقعدوا تريحوا والله في حتة. ارقام نتكسف نتكلم فيها. يعني لما تعمل اللعيب بدل وهو مسافر هيروح يلعب في اسكندريه ويرجع، هتعمل له مثلا 100 150 جنيه يعني، وراح تلعب فرق الفراش اللي واقف على الباب فيها بياخد له 2000 3000 في جنيه اليوم ولا في لا بيقص. يعني انا يعني في الشهر يا سيدي، مش في اليوم. النسب ما بين اللعيب واللعيب اللي بتلاقيه في الماتشات، لا في نسب رهيبه. احنا في السويس محتاجين يعني الدعم باي طريقه، محتاجين ان احنا ناس تحس ان انت الوحيد اللي موجود. يعني لما تجيلي بطوله مثلا اضطر اجر زي ما انا الشهر اللي فات ده بسبب بعض يعني الحاجات او الجزء اللي هو بتاع الملعب ده، هجيب مثلا في انديه اللي بتلعب الرياضات دي، انديه غنيه ولاعبتها وناسها او ناس مختلفه شويه، فهم متصورين بقى ان هم رايحين يلعبوا نادي ده اللي طالع لهم في المقدر الجديد بقى بيلعب يعني انت رايح تلعب الزمالك وسموحه وسبورتنج مثلا، فانت اكيد من المستوى ده حتى الشكل والمضمون. فعشان ما يبقاش شكلنا وحش نأجر ملاعب بره، خلينا نأجر ملاعب بره، نأجر مثلا الصاله المغطاه بتاع النصر البترول عشان نعمل عليها بطوله الجمهوريه بتاعه 2008. الاتحاد بعت لي هنا السويس تضامنا معايا عشان ما ادفعش كتير، يعني بدل ما اصفر فرقه 2008 محافظه في الدلتا تبات 4 ايام مش هقدر، لا ابعتها لك انا السويس يا عم تضامنا معاك لان انت عامل نتائج كويسه، ويبقى انت هتتحمل ايجار الملعب بس. الفرقه دي بقى هي اللي تيجي تبات في فنادق 5 نجوم حسب امكانياتها، تبات هم فين بامكانياتهم بقى. انا موفر الملعب ده كلفت انا في البطوله دي مثلا 13 14 الف جنيه اقل واجب. طيب لو انا سافرت الفرقه دي ما يكفوهمش طبعا الكلام ده، هيقعدوا 5 ايام بره اقامه ومعاهم عربيه وما اقدرش، فاوفر يعني رغم ان ده مبلغ يتعبني بس ما يموتنيش. طب احنا ما عندناش صاله تبع الشباب والرياضه، ما عندناش حاجه تبع الشباب والرياضه في السويس؟ لا 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 ما عندناش شركه تدعمنا من الشركات اللي موجوده دي زي شركه الانابيب البترول، زي اي شركه في السويس، بتروجيت، اي شركه من الشركات الكبيره دي. الباشمهندس محمد عبد الله، المهندس محمد عبد الله، الاستاذ محمد عبد الله قدم لنا السنه دي على فترات مختلفه الدعم. الراجل ما تاخرش علينا انه كشركات بترول، حتى احنا لما جينا حبينا نأجر ملعب الاخير لكره اليد في الماتشات الاخيره دي كلمنا شركه السويس صناعه البترول، الناس ما تاخروش برضه، بس برضه يعني دعمونا بجزء بسيط. الناس ما بتاخرش، الناس في السويس عندنا في جزء فيهم ما بيتاخرش، يعني شركات البترول بالنسبه للسويس صناعه البترول مصر البترول بيحاولوا يساعدوا على قد ما يقدروا، بس برضه ما حدش هيقدر يديك حاجه زياده، ما حدش يقدر يقول لك لا خد الملاعب، ما حدش يقدر يقول لك خد الصاله، لكن هو على قد ما يقدر بيقدر يساعد بشيء هو ملموس منه هو كشخص. الباشمهندس محمد عبد الله في نصر بترول ساعدنا على قد ما يقدر، ما حسب امكانياته طبعا، مش هيعرض نفسه للمسؤوليه. المهندس محمد عبد الله ده حقيقه راجل يتقال فيه كلام كتير ده حقيقه يعني.
الشخصيات. هو بس عشان الكلام بتاع الكابتن ايمن ربما حد يفهمه، احنا ما بناخدش دعم مادي من اي حد نهائي. سالتني عن دعم مدير شباب الرياضه او الوزاره، انا كل اللي خدته السنه اللي فاتت 20,000 جنيه، على وكل كل اللي خدته الأنشطة السنه دي دي كلها. طب شوف اللي خدته السنه دي كام بقى؟ 16,000 ونص سفريه واحده. سيزون سنه. مم. 20,000 السنه دي 16,000 ونص. يصرفهم فريق مسافر سفريه. طب ال 11 فرقه اللي بيسافروا دول ما كانش مجلس اداره وراها، اولياء الامور وراها، دعم بعض الناس زي المهندس محمد عبد الله، مش دعم مادي، اهم من الدعم المادي كنا نوفر لنا لفرق مثلا قطاع اليد وسيله المواصلات طب اللي توديهم، ده اهم من الفلوس بكتير. الحقيقه انا بوجه له الشكر، وشكر يعني من هنا لاخر الدنيا. هو معانا ومع نادي زي منتخب السويس برضو عمل نفس الكلام. الراجل لو سميناها مشاركه مجتمعيه ما يعني ما احنا بنتكلم على كتير، ايه يعني بيقدموا باشمهندس كتير عصام؟ يعني الحقيقة. الواحد بيبقى شايف حاجه زي كده حاجه تفرح. مم. تمام. المفروض ان انا ابقى واقف في ظهرها. يعني فين الساده النواب للمجلسين؟ فين هم؟ فين ابناء السويس من رجال الاعمال والمستثمرين؟ يعني قطاع كبير جدا من الولاد والبنات زي ما حضرتك بتقول، اكتر من 300 وشويه بيلعبوا في الانشطه المختلفه، وبيلعبوا باسم نادي من السويس، وكلهم سوايسه وموجودين قدامك، والانشطه اللي هم بيعملوها فعليه وموجوده قدامك. ليه ما تقفش في ظهرهم؟ ليه ما تدعمهمش؟ ليه ما تسعاش انك انت لدى سياده الوزير الاستاذ الدكتور اشرف صبحي نروح له بطلب ناخد دعم للنادي، ناخد دعم للفريق، نقف في ظهر الفريق، نجيب اتوبيس للفريق، نعمل اي حاجه للفريق، نساعد، كل واحد يساعد على قد ما نقدر. في مصر ما خطبناش، كل الجهات المعنيه خطبناها، كل الناس كلمناها. انت عارف انا اقصى طموحي ايه؟ يعملوا لنا ملعب اليد ده او يقلبوا لنا صاله. الملعب اللي ارضيته بايظه ده يتقلب صاله، لان مساحته تسمح. صاله مغلقه زي الصالات اللي احنا بنروح نأجرها ونلعب فيها. اسعار ايجار الصالات لولا ان انا باجرها للبطولات بس ما اقدرش ادفع ثمنها. طبعا لان هتدفع ثمنها منين؟ ارقام بنتكلم 800 بنتكلم الساعه ب 800 و1000 جنيه غير 14% قيمه مضافه. يعني شوف انت مثلا عشان تأجر ساعتين او ثلاثه او بطوله زي 2008 دي بتاع لك كام؟ نوع من التعاون. زي النصر بترول لما اجرنا الصاله خفضوا لنا المبلغ شويه، خلونا 800 جنيه مثلا. الناس واقفين جنبنا معنويا و في نقل اللعيبه للمحافظات اللي هي زي ما قلت لحضرتك احنا بنلعب كل ماتشاتنا بره لان معناش حد بيلعب في السويس. وطبعا كليه تربيه رياضيه جديده لسه في جامعه السويس، فطبعا ما فيهاش صاله مغطاه وما فيهاش الامكانيات اللي انتم محتاجينها. ما اعرفش الحقيقه. حتى انا لا ما عندهمش يعني ما عندهمش لسه، كلها لسه حديثه اصلا. ما لسه جديده. لسه حديثه يعني بقى لها سنتين ثلاثه. انا عاوز بس الصوره حضرتك نقلتها للملعب، احنا حتى ما عندناش غرف خلا ملابس. يعني تخيل لما يجي فرق، انا بس لما يجي لي فرقه جايه لي من القاهره، كابتن ايمن الماتش الساعه كذا، بكلمهم طب يا جماعه معلش خلي الولاد يغيروا في الباص بتاعهم. احنا مش قادر نقول احنا يعني بنوصل لمراحل من الحاجات دي. كل الحاجات دي بنيه تحتيه، محتاجين غرف ملابس، محتاجين ملعب كويس، محتاجين النادي يبقى على الخريطه حتى الرياضيه. يعني الناس كلها اللي موجوده جوه النادي الناس كلها مجتهده جدا، ما بخلتش باي حاجه. وانا اقدر كمان يا كابتن ايمن من خلال هذا الفريق ومن خلال فريق كره اليد وفريق كره طايره وفريق دراجات اطلع لعيبه في المنتخب، وعندي فعلا لعيبه في المنتخب، واقدر اطلع لعيبه يشرفوا مصر على مستوى العالم، واقدر اطلع فريق زي الفريق بتاعنا ممثل مصر تمثيل مشرف في البطوله الاخيره، واقدر يبقى عندي ارضيه ثابته من اللاعبين واللاعبات اتسند عليهم في الفتره اللي جايه من المواهب من كل محافظات مصر. لما يبقى عندي مواصفات زي ما حضرتك بتقول، لاعب 2 متر ولاعب 198 ولاعب ممتاز تمام 17 سنه و16 سنه، يعني ده لسه قدامه 10 12 سنه كمان في الملاعب، يعني اقدر ان انا استفيد بيه. فيها على الاقل 4 انديه بتخاطبنا عشان عاوزين 3 4 لعيبه فريق 17 سنه. تخيل احنا مش قادرين حتى نوديه. ليه مش قادرين نوديه؟ ليه؟ لان انا لو خرجت 3 لعيبه بالظبط من الفرقه، انا عشان ابني تاني وابدا اجهز تاني واطلع نفس المستوى ده تاني هودي 3 4 سنين تاني. فاضطر انت يا اما بتضحي بلعيب واحد عشان تقدر تكمل المنظومه، يا اما بتخلي اللعيب مقفول عليه فتره انك محتاجه.
فبتفضل قافل عليه فتره لحد ما يخلص قطاع الناشئين او خلص مراحل الناشئين ويبدا يلعب في الممتاز بعد كده. فاحنا حتى يعني قرار ان احنا نراسل ان الانديه اللي بترسلنا على اللعيبه اللي عندنا، احنا مش قادرين ناخد، مش قادر اقول لا روح او اقعد او ما تقعدش او ما تمشيش، لان احنا ما عندناش البدايل. احنا عشان نوصل للمرحله دي وصلنا للمرحله دي بعد 4 سنين. 4 سنين بتجهز بتبني. انا فيهم اولاد في 17 سنه دي انا جبتهم المدارس يعني ثالثه ابتدائي رابعه ابتدائي الفصل كده، جبتهم الفصل وديتهم النادي. فلما تيجي تتكلم بعد كده احنا حتى انا مش قادر اقول للولد اقعد. يعني الولد انا بقول له اقعد، انا مش قادر حتى اوفر له امكانياته يعني بالعافيه بالظبط، بوفر له الباص، بوفر له الوجبه اللي بياخدها، اكتر كده ما اقدرش. لكن لما يكون هو بيلعب في نادي ويجي النادي يكلمه يقول له انا عاوزك عندي السنه دي، هديك مثلا 30 40 الف جنيه مثلا، ده بالقليل جدا مثلا. فالولد في السن الصغير دوت اللي بيقول له 40,000 جنيه ولا 50,000 جنيه واخدك في الموسم ولا في الموسمين، لا الولاد بتتشتت، رقم طبعا بيتشتتوا. نيجي نتكلم مش هيركز معاك، انت هتتكلم في ايه وانت هتدي له حاجه اساسا. انا بتكلم ان يعني عندي برضو في فرقه البنات في بنات برضو كان جات لها عروض بره، احنا مش قادرين نوفر لهم حاجه. يعني انا حتى يمكن الباشمهندس تحمل عبء اللبس بالكامل للنادي. تخيل عبء اللبس اللي بتلبس ده غير اللبس والكور والبتاع والحكام لسه احنا في الادوات دي بنحاول نوفرها مع يعني من جزء من اداره النادي. لكن منظومه اللبس نفسها دي لما يتحملها شخص واحد دي منظومه كبيره طبعا عشان اجيب طبعا. نادي شباب مصر حضرتك لو شفت صور ما فيش لعيب فيهم مش لابس تريننج، مفيش لعيب فيهم مش لابس صنع محترم. كل ده بجهود ذاتيه، بجهود يعني كل الناس حابه اللعبه، حابه ان ابنهم يبقى موجود في الحته دي. وعندنا نادي جاهز بيلعب في الدوري الممتاز به، جاهز عندي جاهزين جاهز بس يعني هفضل ينفع نزقه نقول له تعالى منتخب السويس شيل باسمه، خد الفريق كله باسمك اهو، بس ادفع واصرف عليهم. هيجي وقت اتعب اقول مش قادر، لان انا مش حافظ على الجزئيه دي كده. فاحنا محتاجين محتاجين كتير، محتاجين مناشده حضرتك والست اللواء عبد المجيد صقر، احنا اولاده واحنا هو الولاد كلها سوايسه رجال كلهم محتاجين احنا موجودين في الحته دي. فاحنا محتاجين سيادته بس يبقى في جزء من الدعم البسيط للنادي. هو طبعا سياده الوزير طبعا عبد المجيد صقر احنا عارفين ان هو مش هيتاخر عن حاجه زي كده لابنائنا في محافظه السويس، وخاصه ان انا يعني ولادنا وبناتنا واحنا داخلين في الفتره اللي جايه على الاجازات وعلى فتره الصيف، لو الولاد دول كلهم والبنات دول كلهم في الشوارع وفي النادي وفي البتاع وكلام من ده، ونرجع نقول ولادنا راحوا فين وبناتنا راحوا فين، والحق ده قاعدين على القهوه، الحق ده بيشربوا ما اعرفش ايه، الحق ده بيعملوا ما اعرفش ايه، ده واقفين على الناصيه، ده انحرف وده ما اعرفش راح فين، نتيجه لان مراكز الشباب والانديه اللي زي مركز شباب مصر كده بتعمل اللي عليها ومش قادره تكمل. لازم نبقى احنا واقفين في ظهرها، لازم وزاره الشباب والرياضه تدعم هذه الانشطه عشان يبقى عندنا قاعده من الرياضيين في كافه القطاعات، مش شرط كره القدم بس. يعني كويس ان احنا عندنا 3 انشطه متميزه اهي في محافظه السويس بعد ما بدات هذه الرياضيات تندثر في منطقتنا، ونلاقي فريق للدراجات ونلاقي فريق لكره اليد وفريق للكره الطايره، وبالصوره الجميله اللي احنا شايفينها اللي بيقول عليها الباشمهندس عصام والكابتن ايمن المحمدي، يعني حاجه تشرف، وناس مسؤوله اللي بتقول ان الناس دي حاجه تشرف، والصوره قدامنا هي على الشاشه طبعا ما بتكذبش. ما شاء الله حاجه شيك ومحترمه، يعني تستحق ان احنا نقدم ليهم الدعم ونقف في ظهرهم. حتى على الاقل هيلعبوا باسم منتخب السويس، يبقى باسم منتخب السويس ونادي شباب مصر. ولاد السويس دول برضو يعني ما احنا عندنا نادي بورتو بيلعب باسم السويس برضو باسم السويس، عندنا نادي منتخب السويس بيلعب باسم السويس، عندنا نادي النوبه، عندنا كل الانديه بتاعت السويس، مركز شباب فيصل ومركز شباب السلام، كل الانديه دي كلها بتاعت السويس بتقدم خدمات لاولاد السويس. تمام، مش لازم نبقى حاطين جوه الاسم اسم السويس، يعني هم ولاد السويس اساسا وبيقدموا خدماتهم لكل اهالينا في السويس. طبعا الصوره الجميله اللي احنا شايفينها للولاد والبنات الصغيرين دول اكبر دليل على الاقبال على هذه اللعبات الشهيده اللي احنا بنقول عليها شهيده ومش لاقيه حظها زي كره القدم. طبعا كابتن عصام لو عندك كره قدم كانت الدنيا فرقت معاك كتير، بس ما اقدرش اتحمل مصاريفها ولا اقدر اتحمل مصاريفها شهر حتى. ابسط حاجه اقولها لك، انا ما كنتش هتقدر تعمل اللي انت عامله خالص، ما كانش هيبقى موجود اساسا. يا باشا ده الارقام بملايين اللي بتصرف في الكوره، انا عمري ما شفت رقم نص مليون ده حتى. لا هتلاقيه فين ده؟ مش هتلاقيه في السنه يعني، صعب مش هتلاقيه طبعا، ومش هتلاقي طبعا هذا الاقبال من الناس عايزه تلعب رياضه،
وكل واحد ليه هوايته، مش شرط ان الناس أيوة، كلها تبقى أيوة، بتهوى أيوة. كرة القدم، مش شرط. احنا مفرغين للانديه في القاهره. يعني انا بس عندي في الفولي احنا في 3 4 لعيبه بيلعبوا في انديه كبيره في القاهره، من السويس من نادي شباب مصر. يعني انا عندنا لعيب زياد محمد حنيده، ده لعيب منتخب مصر 17 سنه. ما شاء ده الله. لعيب هيبقى حاجه كبيره جدا. ده موجود في نادي الطيران دلوقتي من السويس. وفي محمود حسام من السويس من فريق شباب مصر برضه موجود في بروجيت دلوقتي. برضه ولادنا بيكملوا مراحل اللي بعد كده، لان انا مش قادر اكمل اللي بعد كده. يعني انا مش قادر اكمل 19 ولا درجه اولى، فبضطر اقف عند 17 فارجع ابني تاني من اول الميني فولي من اول 11 سنه و13 سنه عشان اقدر اواكب الدنيا ماشيه. ويطلع بره، وفي الاخر انا ما عنديش فريق في السويس ما بتاعي. عندناش فريق درجه اولى. يعني احنا كان فريق درجه اولى في منتخب السويس وفشل. النادي رفع ايده عنه، قال لك انا ما بعد هو مش قادر يصرف على كرة القدم تخيل اساسا، إن هيصرف الفرقة دي على صعدت- كرة يد ولا صعدت كرة ممتاز طايرة. بيه. منتخب السويس صعد ممتاز بيه، والنادي رفع ايده قال لك انا ما اقدرش اصرف عليه. الكرة النسائية طلعت دوري تخيل إحنا ممتاز وراحوا لاغين الكرة النسائية، كرة بالظبط. القدم النسائية، وشال ايده من النشاط خالص. لكن احنا حتى اولادنا اللي بتخرج تكمل احنا معاها، احنا متابعينها وشايفين مستوياته ماشيه ازاي، وبنتابع كل ولادنا في شباب مصر اللي بيطلع يلعب في نادي اخر بعد المرحله السنيه اللي احنا بنخلصها دي، احنا معاه. ونادي مرتبطين بنادي شباب مصر ارتباط كامل. يعني احنا ولادنا اجازته بتبقى ما بين بيتهم والنادي. بالظبط. هو بيته نادي شباب مصر. بالظبط. مش عشان بيلعب في حته تانية، لا انتماء. حتى لو فنش هناك ولا حاجه بيرجع النادي تاني ظل مكانه. بقى ظل نادي شباب مصر ما فيهوش مكان كامل للرفاهيه. ما فيش مكان كامل للرفاهيه. الاولاد تلاقي مثلا بيقعدوا على ديسك معين، خلاص يقعدوا يكلموا بعض، يقعدوا مع بعض، يقضوا وقت مع بعض. ما في يعني احنا حتى ما عندناش اماكن جوه النادي الرفاهيه اللي جزء بسيط كافيتيريا منها. بتاع كلام من ده. يعني جزء بسيط جدا. هو حاليا بيجري اعداد كافيتيريا، وبيجري اعداد شويه حاجات كده على الصيف. ان شاء الله النادي شكله هيتغير خالص ويبقى افضل. برضو ده من يعني التفكير فيه كان من باب تنميه الموارد بشكل افضل، يقدر يتيح لك مساحه اوسع في المصروفات على الفرقه دي. هي الفكرة انك انت برضو مهما هيتيح قد ايه؟ انت عايز لك 700 800 الف لا، زي ما ما اقدرش، حضرتك ما قلت اقدرش. للملعب، ما اقدرش. ده ابسط ده حاجة. الاصعب بقى. يعني مثلا عندك يعني انا مثلا الفرقه اللي بتلعب في الطايره، لما تيجي تبص لائحه الاتحاد، مشيت زي ما مشيت، رحت لاي مرحله على مستوى الجمهوريه، يوم ما تعتذر غرامه 20,000 جنيه ويلغي لك كل النتائج اللي فاتت. لو اعتذرت ماتش واحد عندك غرامه 20,000 جنيه، ونتائج الفرقه تتلغي من اول الموسم لغايه ما يوم ما انسحبت. طب انا ما معيش فلوس طبعا. هو كده، ما كنتش جيت من الاول. اللائحه كده، هتقول له ايه؟ هكذا الاتحادات. فاحنا يعني بنلعب اللي نقدر ما نتراجعش فيه عشان ما احناش حمل غرامه. طب انا عشان العب مثلا في اليد دوري ممتاز، لازم يبقى ورا منه فريق مرتبط. والاثنين بيسافروا. يعني المفروض اسافر مثلا فرقتين المنيا يقعدوا 3 4 ايام ولا يومين 3. طب دول عايزين كام؟ بمدربينهم، باكلهم، بشربهم، يلعبوا الماتشين ويرجعوا. ما اقدرش. عشان كده احنا حتى الان ناجحين في قطاع الناشئين، اللي هو بنقدر نتحمل. اللي على قدنا. وحتى الان وناجحين جدا. الان مش عارفين احنا رايحين فين. نتمنى لكم طبعا كل التوفيق، وبنتمنى طبعا من وزاره الشباب والرياضه ومن مديريه الشباب والرياضه في محافظه السويس التدخل في هذا الموضوع، ومحاوله رفع هذا الموضوع الى السيد الوزير عبد المجيد صقر محافظ السويس، والى السيد الوزير الاستاذ الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، ودعم لكل الانديه، مش لنادي شباب مصر بس في محافظه السويس، ولكن لكل الانديه اللي ليها مجهود باين زي اللي احنا شفناه كده قدامنا على الشاشه. فيها ناس خايفه على اسم مصر، فيها ناس بتبذل مجهود لوجه الله، عايزه تعمل حاجه كويسه للنشاط اللي هي بتحبه، للكره اللي هي بتحبها. مش شرط بقى تبقى كره قدم، يعني كره طايره، كره يد، دراجات، بيحققوا نتائج جميله، عاملين شغل كويس، عاملين فريق يستطيعوا بيه ان هم ينافسوا في فعاليات الدوري الممتاز المختلفه. يمكن احتياجنا لكل الدعم لهذه الانديه علشان نحافظ على اولادنا ونحافظ على بناتنا من الكثير من وسائل الحروب الالكترونيه في الجيل الرابع والخامس اللي احنا بنشوفها على اولادنا وعلى بناتنا في كل مكان، وكلنا مستهدفين، ومصر دايما مستهدفه. كل ما بننجح كل ما بيستهدفونا اكتر. بنتمنى الخير والسلامه لمصر ولولاد مصر ولابناء مصر في كل مكان، مزيد من التوفيق ومزيد من النجاح
ان شاء الله في الفتره اللي جايه. بنشكر ضيوفنا وضيوفكم في هذا اللقاء، السيد المهندس عصام هيكل رئيس مجلس اداره نادي شباب مصر. متشكرين جدا يا باشمهندس، سعدنا وتشرفنا بحضرتك. الف انا اللي سعيد والله، وبشكر حضرتك على اللقاء الهائل ده. وبنشكر ايضا مشاهدينا الكرام الكابتن ايمن المحمدي رئيس قطاع الكره الطائره وعضو مجلس الاداره بنادي شباب مصر. متشكرين جدا كابتن، سعدنا وتشرفنا بيك معانا، وبنتمنى لك كل التوفيق دايما ان شاء الله. مشاهدينا الكرام نشكركم.